ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هنتكلم عن أحدث إنتاجات منصة نتفليكس، مسلسل الغموض والإثارة واللي فيه شوية من الرعب، مسلسل 1899. المسلسل ده كان من المسلسلات المنتظرة جدا السنة دي نظرا لأنه جاي من صناع مسلسل دارك، والمسلسل بتاعنا مكون من 8 حلقات. مدة الحلقة تقريبا بتتراوح ما بين مدة ال50 دقيقة للساعة تقريبا. المسلسل اتعرض يوم الجمعة اللي فاتت على منصة نتفليكس، يعني يعتبر لسه جديد. فمن غير تطويل كتير يلا بينا ندخل على الحلقة. بس كالمعتاد ما تنسوش لو الحلقة بتاعتنا عجبتكم تبقوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، وتكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، وتعدوا على اللينكات اللي سيبها تحت في الديسكربشن بتاع فيسبوك وتويتر تبقوا تعملوا لهم لايك وفولو. ويلا بينا ندخل على الحلقة. Capitan, we paid good money for this trip. 7 days to get to New York, no detours. Gdzie oni wszyscy są? قصة المسلسل بتاعنا بتتكلم عن رحلة بحرية أو أحداثها بتدور على متن سفينة بحرية اسمها كيربيروس، والمفروض السفينة دي بتكون متجهة لنيويورك. وبعد انطلاق السفينة البحرية دي بفترة صغيرة بيلاقوا قدامهم سفينة مشتبهين فيها إنها تكون السفينة اللي اختفت فجأة وتابعة لنفس الشركة من أكتر من 4 شهور تحت اسم بروميثيوس. وبيقرر قبطان كيربيروس إن هو عايز يروح لبروميثيوس ويتأكد إن كان في أي ناس نجوا من الحادثة أو الحادث اللي اختفوا فيه من خلال 4 شهور فاتوا دول ولا لأ. ومن هنا بتبتدي بعض المواقف والأحداث الغريبة الغامضة الغير مفهومة، ومن هنا بتنطلق أحداث المسلسل بتاعنا. طبعا دلوقتي أنا وأنا بديلكم القصة بتاعت المسلسل حاولت قدر الإمكان إن أنا ما أحرقش فيها أي حاجة، لأن الإعلان بتاع المسلسل نفسه كان متحفظ جدا على أي معلومات بيعرضها لنا. فلو أنت حسيت إن أنت ما فهمتش الموضوع كويس فصدقني أنت لو كنت اتفرجت على التريلرز نفسهم فأنت برضو هتحس إن أنت قاعد مش فاهم إيه اللي بيحصل بالظبط. بس بعيدا عن الكلام ده بقى خلونا نبتدي نركز على المسلسل نفسه ونبتدي نتكلم عليه. People are oblivious to reality. They only see what they want to see. المسلسل بتاعنا زي ما قلنا في الاول ان هو جاي من نفس صناع مسلسل دارك، وده يخليك وانت كمشاهد داخل تتفرج على المسلسل ده يبقى عندك بعض التوقعات لجو المسلسل هيبقى عامل ازاي. تتوقع غموض كتير وقصة معقدة جدا، شخصيات كتير وتفاصيل كتير. وهنا فعلا المسلسل لما تيجي تتفرج عليه هتحس ان هو فعلا جاي من الناس بتوع دارك، لان هنا المسلسل واخد راحته جدا في التقديم. ده غير طبعا النقطة الاهم وهي الغموض. المسلسل بتاعنا هنا وانت بتتفرج عليه هتحس ان هو متحفظ جدا برضو على اي حاجة صغيرة بيحاول يعرفها لك، وحريص جدا ان هو كل حلقة يا دوبك بيرمي لك حتة قد كده علشان تبقى ماشي معاه في السكة. وبالتالي انت ممكن تلاقي نفسك قاعد فترات طويلة جدا جوه المسلسل وانت مش فاهم ايه اللي بيحصل، بس في حاجة غريبة بتحصل وانت مشدود وعايز تعرف ايه اللي بيحصل. وللأمانة يعني انا واحد ما حبيتش مسلسل دارك قوي، وقبل ما اي حد يبتدي يهزني في الكومنتات فانا عايز اقول لكم بس ان مسلسل دارك انا بحترمه جدا، وبحترم ان هو مكتوب بطريقة فيها تفاصيل كتيرة جدا تحترم بشكل كبير قوي. ولكن زيادة الغموض والتعقيدات في مسلسل دارك والخطوط الكتيرة والاحداث الكتيرة والحاجات اللي زي دي خلت متابعته صعبة على الواحد. وبقيت لو عايز تفهم في اي احداث لازم فعلا تبقى قاعد ماسك ورقة وقلم عشان تعرف مين بيودي على فين. ده غير ان انت في مسلسل دارك ما بتبتديش تفهم اي حاجة في المسلسل غير تقريبا في الموسم الاخير، لان في المواسم اللي قبل الموسم الاخير في مسلسل دارك المسلسل كان عمال يزود تفاصيل وتعقيدات وبس، ولكن ما كانش فيه شرح بنسبة كبيرة قوي لطبيعة اللي بيحصل وسبب حدوثه كان ايه. وعلشان جانب الغموض كان برضو موجود هنا في مسلسل 1899، ولكن المسلسل كان من وقت للتاني بيديك بعض الإجابات الواضحة، فأنا هنا قدرت أستمتع بالمسلسل أكتر ما قدرت أستمتع بدارك. الغموض لسه موجود وبنفس القدر، وبرضو بيحاولوا قدر الإمكان إن هم يقعدوك فترة طويلة أنت مش فاهم ايه اللي بيحصل، والتفاصيل بتاعت الشخصيات لسه موجودة والتعقيدات لسه موجودة، والكلام ده كله لسه زي ما هو محدش حرك منه أي حاجة. يعني بصمة صناع المسلسل موجودة هنا فعلا. ولكن الكويس ان انت في وقت ما، او مثلا انا عن نفسي في نص المسلسل على الحلقة الخامسة مثلا بلاقي ان المسلسل بيبتدي يديني بعض الاجابات. يعني قاعدين اول 4 حلقات بنتعرف على الشخصيات وبنبتدي نستكشف الاحداث الغريبة وماشيين واحدة واحدة في القصة بتاعتنا. يجي في الحلقة الخامسة المسلسل يرمي لك فكرة تخليك تفكر ان جايز اللي بيحصل ده حاجة معينة، وده يخلي لاول مرة اعتقد دماغك تبتدي تشتغل مع المسلسل وتحاول تفكر ان اللي بيحصل ده ممكن يكون كذا مثلا، بدل ما انت مثلا كنت بتبقى قاعد بتتفرج على مسلسل دارك وقاعد بتتفرج كده ومركز ومصدع زيادة عن اللزوم، لانك عمال تتابع احداث كتير قوي عماله تحصل ومفيش اي فكره في دماغك اللي بيحصل ده ممكن يكون ايه بالظبط. ولكن هنا في المسلسل اهتم ان هو بعد اول 4 حلقات، يعني بعد نص الموسم، يعمل لك حدث معين طبعا كان معمول بشكل اكتر من رائع في الحلقه الخامسه، وبرده ابتدى يوجه دماغك بطريقه معينه لاتجاه معين. ده غير ان انت اصلا مع نهايه الموسم بتبتدي تلاقي نفسك ان القصه نفسها بدات توضح وبدات تفهم هو اللي بيحصل ده بيحصل ليه وازاي ومين اطرافه. مش زي مسلسل دارك انت بتخلص الموسم وانت مش فاهم حاجه وبتستنى الموسم اللي بعده عشان عايز تفهم، وتخلص برده الموسم اللي بعده وتفضل قاعد مستني الموسم اللي بعده
بعده عشان تفهم، ويا دوبك بتبتدي تفهم الكلام ده كله في اخر الموسم الاخير. لكن هنا احنا مخلصين الموسم واحنا عندنا فكره عن اللي بيحصل طول الموسم ده كان ايه وبيحصل ليه. يمكن في حاجات صغيره جدا متسابه مفتوحه او حاجات لسه هنفهمها في الموسم الجاي ان شاء الله، ولكن لغايه دلوقتي انا متكيف لاني ما خلصتش الموسم وحسيت ان انا حمار. لكن لا، الدنيا كلها اتلمت واتفهمت، وغالبيه الحاجات الاسئله اللي اتطرحت على المشاهد المسلسل جاوب عليها بشكل كويس في الاخر. وحتى الاسئله اللي اتثابت لغايه الجزء الثاني اعتقد هي اسئله ممكن تتساب فعلا للجزء الثاني من غير ما تكون مبوظه عليك تجربه المشاهده. يعني انت هتكون مشدود شويه انك تشوف الجزء الثاني ولكن مش هتبقى قاعد مستفز لانهم نسيوا نقطه معينه كانت لازم تتقفل في الموسم ده. فبصراحه شابوه جدا لصناع المسلسل لان هم المره دي امتعوني بالفعل وما حسسونيش ان انا قاعد بحضر درس فيزياء. وطبعا لو كل الكلام اللي انا بقوله ما تفهمش انا عايز اقول ايه عن القصه، فانا بقول ان القصه كويسه جدا ومحبوكه بطريقه محترمه جدا ما تقلش خالص عن مسلسل دارك. يمكن من وجهه نظري بعض النقط الصغيره قوي والتفاصيل الضئيله جدا اللي ممكن تكون حاجات كده عدت بشكل سريع عليهم، ولكن هي بصراحه حاجات تعدي مش هتضايقك قوي. هي نقط صغيره جدا او تفاصيل صغيره جدا اللي ممكن نقول انها تعدي في الموقف ده، او حتى مع نهايه المسلسل ممكن تلاقي نفسك عندك اجابات منطقيه ليها برغم ان المسلسل ما طرحلكش الاجابات دي، ولكن علشان فهمت الفكره الكامله عن المسلسل بتدور ازاي وعن ايه هتلاقي نفسك قادر تكون فكره معينه. طيب كفايه هري بقى عن القصه لان احنا اتكلمنا عنها كتير قوي. I am Moira Franklin. Today is October 19th, 1899. من اكتر الحاجات التانية اللي عجبتني في الموسم الاول من المسلسل وهي الاجواء بتاعه المسلسل. الاجواء بتاعه المسلسل خرافيه، اجواء الغموض والتصوير والموسيقى والاغاني والكلام ده كله كان اكتر من رائع. ده غير ان كان في بعض الاوقات كده لحظات فيها يعني خضات وجامب سكيرز وحاجات زي دي المسلسل كان عاملها بشكل اكتر من رائع. فتاكدوا وانتوا داخلين تتفرجوا هنا على المسلسل ان انتوا داخلين على تجربه بصريه محترمه جدا وتجربه سمعيه فيما يخص كل ان كان الموسيقى او المؤثرات او كل الكلام برضو لا تقل عن اي عمل تقيل محترم متكلف ومتعوب عليه. طبعا زي ما قلت ووضحت في الاول عجبني جدا اهتمام المسلسل بتطور الشخصيات بتاعتنا، بس عشان ما اطولش في النقطه دي كتير لان انا ذكرتها قبل كده فخلونا نتجه من على طول التفاصيل بتاعت الشخصيات بتاعتنا للاداءات، لان المسلسل هنا فيه شويه اداءات تحفة. مبدئيا وبشكل عام وسريع جدا مفيش حد قدم اداء سيء في المسلسل، كل الناس عملوا ادوارهم على اكمل وجه. ولكن انا اكتر واحد دوره معلق معايا في الموسم كله تقريبا وهو الممثل اللي انا مش عارف اسمه برضو واللي كان عامل دور القبطان، وده اصلا شكله مش غريب علينا لان احنا نعرفه قبل كده من مسلسل دارك، وفي برضو ناس تانية هنا في المسلسل وجوهها مألوفة لاننا شفناها في مسلسلات تانية. المهم الراجل ده بصراحة كان عامل أداء رائع، خصوصا إن قصته وشخصيته بتحمل قدر كبير من التفاصيل اللي تخليه يبقى عنده لحظات فيها حزن وانهيار وحاجات كتير زي دي. ده غير مكانته جوه السفينة كقبطان السفينة واللي مسؤول تقريبا عن كل حاجة المفروض تكون بتحصل جوه السفينة، فده خلاه عنده رينج كبير جدا في المسلسل إن هو يقدمه لنا. وبصراحة الراجل قدم كل جانب من جوانب الشخصية بشكل رائع، لحظات الحزن والحاجات دي كلها كان عاملها بطريقة خرافية. وبرضه في الأداءات أعتقد عندنا الشخصية بتاعت مورا فرانكلين برضو أدائها كان كويس جدا وتقريبا تعتبر هي والقبطان أصلا الشخصيات الرئيسية أو اللي واخدة الجانب الأكبر من الشاشة في المسلسل، برغم إن المسلسل فيه عدد كبير من الشخصيات وبشكل كبير هو بيركز عليهم كلهم، ولكن اللي واخدين الضوء أكتر شوية هما الشخصيتين دول. أو تحذير كده إحنا برضو في الحلقة المسلسل لا يصلح تماما للمشاهدة العائلية وأعتقد كلنا ممكن نخمن السبب يعني. Shift their perspective to see the full scope of things. نيجي بقى للسلبيات واللي ما كانتش كتير قوي بصراحة. أول نقطة منهم وهي بعض الحاجات الصغيرة جدا اللي تقريبا أصلا بدأت أنساها أساسا لأنها ما كانتش مهمة خالص، اللي كانت ممكن تتحبك بشكل أفضل من كده شوية، وهي تفاصيل بسيطة جدا وبعض الأسئلة الصغيرة جدا اللي المسلسل ما جاوبش عليها اللي تعتبر مضايقاني بشكل بسيط. لكن غير بعض التفاصيل العبيطة دي اللي ممكن نبقى نذكرها بعد كده في فقرة الحرق ده لو لقيت ان النقط تستاهل فقرة حرق يعني، غير النقط دي وغير بعض الأسئلة اللي عندي يبقى كده الموضوع زي الفل، لأن المسلسل في كل الجوانب التانية زي ما قلت لكم كان رائع، زي ما قلنا من ناحية التصوير، من ناحية الموسيقى، من ناحية الأحداث والتعقيدات والشخصيات، من ناحية الأجواء والغموض، من ناحية كل حاجة المسلسل كان رائع، وأداءات وكل حاجة كانت كويسة. حتى البصمة الرئيسية الأوضح هنا في المسلسل من صناع مسلسل دارك وهي التعقيد الزيادة والأحداث الكتير
ما ضايقتنيش كتير زي ما ضايقتني في مسلسل دارك، لان هنا برضو كان المسلسل فيه تعقيدات وكان فيه احداث كتير وفيه غموض وفيه كل الكلام ده كله وبنفس القدر بتاع مسلسل دارك، ولكن الفرق انه كان بيديني اجابات، فما كانش بيديني مساحه قوي ان انا امل من كتره التعقيد بتاعه المسلسل، خصوصا ان حتى التعقيدات بتاعته ما كانتش على مستوى واسع قوي زي مسلسل دارك، لان انت في مسلسل دارك عندك كذا عيله وكذا شخصيه وكذا تايم لاين وحاجات كتيره قوي تخلي كتره الاحداث بتاعته تلخبط. ده غير انه هناك برضو في شخصيات كتيره جدا مرتبطه بشخصيات تانية كتيره جدا برضو، وعلاقاتهم ببعض وربطهم ببعض معقد جدا، ولكن هنا الموضوع ابسط من كده شويه، ولكن مازال محبوك بشكل محترم جدا جدا جدا. فعلشان كل الكلام دون المسلسل بتاعنا تقييمه النهائي هو 9 من 10. وما اقدرش اقول قوي ان انا متحمس 100% للجزء الثاني من المسلسل، لان اعتقد ان الماتيريال المتبقيه ما تبقاش يعني حاجه تستحمل موسم كامل يبقى من 8 حلقات برضه ويبقى بنفس القوه، لان تقريبا غالبيه الحاجات اوريدي اتكشفت في الموسم الاول. ولكن بصراحه لان صناع مسلسل دارك لسه ما خيبوش امل اي حد من اللي بيتابعوهم ان كان في مسلسل دارك او في المسلسل هنا، فانا بصراحه متحمس. وطبعا اي حد مكمل الحلقه لغايه دلوقتي اولا شكرا جدا ليك، وطبعا ما تنساش لو الحلقه عجبتك تعمل لايك والشير وتعدي على اللينكات اللي موجوده في الديسكربشن وتقول لنا رايك تحت في الكومنتات. وبقيه الناس اللي اتفرجوا على المسلسل اوريدي يا ريت يلا بينا على فقره الحرق، واللي ما اتفرجوش على المسلسل اخرجوا قبل الصفار، انا قلت لكم. بعض التفاصيل الصغيره اللي كانت موجوده في المسلسل بتاعنا الكتاب اعتقد ما حبوش ان هم يركزوا على الحبكه بتاعتها قوي، لانها مش بذات الاهميه زي بقيه الحاجات اللي في المسلسل. زي مثلا في وقت ما في الحلقات مش فاكر في الحلقه كام بالظبط، بس بيحصل انقلاب وبيبتدوا يقفلوا الابواب على الناس كلها، فالمفترض دلوقتي ان تقريبا كل الناس اللي موجودين جوه السفينه كل واحد محبوس في اوضته، ولكن بشكل ما بعض الشخصيات لما بنحتاج تواجدها في مكان ما بنلاقيها خرجت من اوضها عادي وطلعوا وراحوا المكان ده، وبعض الشخصيات التانية الابواب بتبقى مقفوله عليهم عادي. فانا بصراحه مش قادر اعرف هو انا فوتت حاجه وفعلا كان في تفسير للموضوع ده ولا هو فعلا حاجه وقعت من المسلسل، ولكن عامه ان كانت سقطه او ان كانت حاجه وقعت مننا فبصراحه الموضوع ما ضايقنيش قوي. وطبعا انا قلت لكم برضو ان المسلسل ساب بعض الحاجات الصغيره مفتوحه كده للموسم الثاني، في منهم اللي انا متحمس ان انا اعرف عنه لان تقريبا بدانا نتعرف بالموضوع في اواخر الحلقات خالص، فما بناش اهتمام كبير قوي عند المشاهد انه يخليه واكل دماغه. زي مثلا موضوع ان اخو مورا فرانكلين طلع هو اللي متحكم في العمليه كلها من بره، وهو اللي سيطر على المحاكاه بعد ما هم دخلوا جوه المحاكاه، فدي نقطه انا احب ان احنا نستكشفها وكل حاجه ونفهم ايه دوافع الشخصيه وليه قرر يعمل حاجه زي دي، خصوصا انه واضح من طريقه كلامها عنه اللي ممكن يكون مش موثوق قوي بسبب انها بتنسى الحاجات او بتدوها الحقنه اللي بتنسيها دي، ولكن كانت بتقول ان هم مقربين من بعض، فدي حاجه برضو انا احب اشوفها ولكن ما تعتبرش سلبيه خالص، ده هي بس نقطه حبيت اتكلم معاكم فيها. لكن بقى اللي انا لسه ما فهمتوش وعايز المسلسل يوضحه لنا بشكل اكبر، ايه هو السبب اللي خلى الاب والام اللي هم دانيال ومورا فرانكلين ان هم يعملوا المحاكاه دي كلها علشان يخلي ابنهم عايش؟ دي نقطه ما اتوضحتش قوي، يعني هل هو مثلا بيعاني من مرض خطير وعلى وشك الموت ولا ايه بالظبط؟ فبرضو الجزئيه دي يعني اتثبت مفتوحه ويمكن تكون مضايقاني سنه صغيره لانها اعتقد كانت هتكون مهمه، ولكن نظرا للطريقه اللي دايما صناع مسلسل دارك بياخدوا بالهم منها بالتفاصيل فانا اعتقد ان هم هيرجعوا للنقطه دي تاني في الموسم الثاني، واعتقد ان هم سابوها مفتوحه عن عمد. وطبعا برضو نقطه تانية انا محتاج اعرف عنها كويس جدا في الموسم الجاي او في المواسم الجايه، الله اعلم المسلسل هيكمل لغايه امتى، ولكن انا عايز اعرف الناس اللي طلعت معاهم دول اصلا الناس دي جابتهم ازاي او جات لهم ازاي او اصلا دخلتها معاهم ليه في المحاكاه، لو الموضوع متعلق بس بهي وجوزها وابنها فليه الناس دي كلها دخلت معاهم في المحاكاه، واصلا هل هي اللي مدخلاهم ولا ده اخوها هو اللي دخلهم المحاكاه كلهم زياده بعد ما جه وسيطر على المحاكاه كلها من بره. يعني عادي يسيبوا لنا شويه تفاصيل زي دي مفتوحه، يعني دول برضو في الاول والاخر صناع مسلسل دارك، ناس من اللي شفناه منهم في مسلسل دارك بيهتموا جدا بالتفاصيل، وانا ما بحبش المسلسل زي ما قلت في الاول، ولكن هم بصراحه دماغهم دماغ نضيفه قوي بصراحه، فعشان كده انا هحاول اثق فيهم واديهم البنفيت اوف ذا داوت ونستنى شويه للموسم الثاني جايز يجي ويغطي الكلام ده كله ويكشف لنا حاجات كتير ما كناش بنفكر فيها اساسا. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندنا عن الموسم الاول من مسلسل 1899. كالمعتاد ما تنسوش لو الحلقه بتاعتنا عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، تعالوا على اللينكات اللي هسيبها تحت في الديسكربشن بتاعت فيسبوك تقدروا تعملوا لهم لايك وفولو، تقولوا لنا رايكم تحت في الكومنتات، وكالمعتاد كان معاكم مره من مره ريفيوز، بشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.